السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد خسارة المنتخب المصري من كرواتيا بنتيجة 4-2، أنا شايف إن في كمية هجوم من بعض الجماهير على حسام حسن، وفي شوية تحميل جامد على حسام حسن. هل حسام حسن يستاهل هذا الهجوم في الوقت ده في المباراتين اللي لعبهم مع المنتخب المصري وفي بطولة ودية ومع كرواتيا ثالث العالم؟ ما تيجي نشوف أداء المنتخب المصري مع نيوزيلندا في المباراة الأولى. ولازم نعرف إن المنتخب النيوزيلندي مصنف 103 عالميا. لعبنا بخطة 4-3-3، لعبنا ماتش حلو في الشوط الأول، جبنا هدف عن طريق مصطفى محمد، شفنا شوية جمل حلوين، عجبنا الأداء شوية بس ما كانش مقنع يعني، وما كانش مقنع قوي يعني. قلنا حسام حسن هيرجع هيبة المنتخب المصري وهيكسر الدنيا مع المنتخب إن شاء الله، وهنشوف منتخب مصر زي أيام أبو تريكة وأيام الجيل الذهبي وكده يعني. ونتفاجأ أمام كرواتيا إن المنتخب بتاعنا ضايع، ضايع حرفيا. إحنا ما بنعرفش نلعب ألف ب في الكورة. عندك الدفاع ضايع، ما بيعرفوش حتى يمسكوا اللعيبة في منطقة الجزاء لما يكون في ضربة حرة مباشرة أو لما يكون في ركنية. أي واحد بيجي هوب جون، أي واحد بيجي يكش حتى جون على طول. وحكمنا على حسام حسن وقلنا حسام حسن فاشل، ووقف في الدوري اسبوع وجاب اللعيبه وعمل معسكر وقعد يمرن اللعيبه ويديهم طاقه ايجابيه وقلنا في روح ومش عارف ايه وبتاع. وبعد كده لقيت لك الناس كلها قلبت على حسام حسن. طب ما تيجي تبص على منتخب مصر ايام كوبر، كنا بنلعب دفاع حلو جدا بس ما كانش في كوره. كنا بنفوز بضربه الجزاء، اللعيبه هي مع تغيير بسيط قفشه واكرم توفيق. احنا كلنا مش عايزين نتقبل ان مصر ما فيهاش لعيبه كوره غير ابو صلاح يعني. مرموش حلو شويه، مصطفى محمد حلو شويه، حتى ضيع كوره النهارده كان هتقلب الماتش لو جت. يعني لو الكوره بتاعت مصطفى محمد اللي شاطها في العارضه دي لو جت في الجون كانت هتقلب الماتش، كانت ممكن الحسابات تتغير. بس كرواتيا بتلعب باريحيه، يعني انت شايف كرواتيا بتلعب، كرواتيا ثالث العالم، هجمه اتنين بتمسك كوره وناس هاديه وبتلعب باقل مجهود وفازوا في المباراه. هتيجي ايام كروش برضه تلاقي منتخب مصر في افريقيا في التصفيات برضه ما كناش احسن حاجه، برضه كان عندنا مشاكل بالكوما. احنا كنا بنفوز، الحمد لله ان احنا فزنا، كنا حاطين ايدينا على قلبنا. حسام حسن اول مباراتين تحكم عليه في مباراه وديه وبيلعب كرواتيا. اي نعم في عيوب واضحه وكتير في الدفاع، ومحمد هاني بعد ما زار سيد البدوي ما بيعرفش يلعب كوره اصلا. يعني محمد هاني اول ما زار سيد البدوي، بس انا مش عاوز احمله الليله، احنا ما عندناش حد بيلعب كوره. محمد عبد المنعم مش قوي، حتى الجون ابو جبل، يا ابو جبل فوق يا ابو جبل، ضيعتنا ابو جبل. ابو جبل برضه التاني ضايع. عندي فتحي برضه على اطراف، محمد هاني على اطراف، ولا عارفين يرفعوا ولا عارفين يدافعوا ولا عارفين حتى يمشوا كوره. هتيجي الخط الوسط، عندك احسن واحد في المباراتين من وجهة نظري هو مروان عطية. لو هتيجي تشوف اللعيبه، تريزيجيه كويس شويه، هو احسن الوحشين يعني، تريزيجيه شغال. عامر مرموش كان لاعب في ماتش نيوزيلندا حكايه، اما في ماتش امام كرواتيا ما لعبش خالص. يعني أنا شايف انه بياخد الكوره وبيعتمد على نفسه وعاوز يعمل حاجه وما بيعملش. هي غلطه حسام حسن في حاجه واحده بس، المفروض كانش لعب بالمحترفين وكان عمل تيم جديد وكان جرب لعيبه جديده وكان استفاد. بس هو مستعجل شويه، عاوز يمسك العصايه من النص، عاوز ايه يبين نفسه ان هو ايه، انا فزت على ثالث العالم، انا فزت ومش عارف ايه وبتاع. بس هو ده اللي حسام حسن غلطان فيه. لكن المفروض ندي شويه فرصه لحسام حسن، كل الدعم لحسام حسن. ده لسه اول مباراتين ليه يا جماعه، ما نتسرعش عليه في الحكم. وبعدين احنا كمنتخب مصر واقعين، يعني حرفيا ما فيش منتخب مصر ديك 10 سنين من بعد الجيل الذهبي ما فيش حاجه اسمها منتخب مصر، عشان نبقى واقعيين. وانا ما كنتش زعلان على المباراه، انت بتلاعب كرواتيا ثالث العالم، يعني حاجه معروفه يعني، وده كان متوقع. انا كنت بتفرج وعارف ان منتخب كرواتيا هيفوزوا علينا وبنتيجه اكبر من كده. بس هي الغلطات البسيطه اللي باينه في الماتشين او في الماتش الثاني، خاصه الماتش الثاني، من اي رفعه يجي جون، مفيش رقابه من محمد هاني من الاطراف، مفيش كوره، مفيش خط وسط. عندك خط وسط ضايع من بعد اصابه امام عاشور، ربنا رجعه بالسلامه. انت ما عندكش خط وسط اصلا، كل شويه مروان عطيه ومفيش حد بيسند معاه. انت محتاج واحد جنب مروان عطيه زي امام عاشور. اكرم توفيق مش حلو يعني. وشايف كل الناس عايزه تحكم على حسام حسن، هو مش احنا اللي كنا عايزين حسام حسن؟ مستعجلين ليه عليه من اول ماتشين ان احنا نسلخ فيه؟ يعني ما عرفش تلعب كوره اصلا. مفيش لعيبه في مصر يا جدعان، لازم اللعيبه تتعلم كوره، تتعلم اساسيات الكوره. فاحنا دلوقتي عاملين زي ايه، بيت لسه بيتبني جديد، فنصبر عليه شويه لغايه ما يتبني. نصبر شويه على حسام حسن وبلاش نعقد الراجل، ده لسه بادئ وليه ماتشين. والراجل كتر خيره ورضي يلعب قدام كرواتيا ثالث العالم. يعني لو واحد مدرب ماسك مصر يقول لك يا عم لا انت هتلاعبني قدام كرواتيا، لا يا عم هات لي فريق على قدي، هات فريق من نفس المستوى بتاعنا.
انت بتلعب فريق اوروبي يا جدعان. فندوا الفرصه لحسام حسن. وكان احلى شيء في الموضوع ده كله في الماتشين دول بصراحه الاستاد الجديد ده عاجبني جدا يعني. بس ان شاء الله ان احنا عندنا استاد زي كده يعني. يا رب منتخب مصر يتحسن والاداء يتحسن وندي فرصه لحسام حسن. ويا ريت حسام حسن يشتغل ويكون عنده ضمير شويه في اختيار اللعيبه. بلاش التحيز للنادي الاهلي او النادي الزمالك او للمحترفين. لا، خليك عادل بين اللعيبه عشان ما ينفعش تفرق لعيب عن لعيب. انا في مره شفت لقطه في المباراه الاولى بنيوزيلندا، كان حسام حسن بيحضن جدا في لعيبه الاهلي، فكان واقف مصطفى فتحي يدي للعيبه كلهم نفس الروح عشان حتى ما يبخلوش عليك بالاداء وما يبخلوش على مصر بالاداء وما يحسوش ان في فرق. انا اهلاوي يا جماعه يعني، قبل كل شيء انا راجل اهلاوي، بس انا بقول اللي شايفه بعينيا. وعجبتني اللقطه الاخيره بحسام حسن لما لم اللعيبه وقعد يتكلم معاهم ويقول لهم كويس والمفروض اللي جاي يكون احسن وفي غلطات كتير هنشتغل عليها يعني. ان شاء الله خير، ونتامل في منتخب مصر خير وفي حسام حسن خير، ونصبر شويه. وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.